جوعانين كلش انا وليونه. رحت للمخبز جبت قرصتين ب1000 دينار، واسم هذا الخبز خبز عروق، واكو ناس تسميه خبز العباس. كتبونا بالتعليقات انتو شو تسمونه وش كم قرصه يبيعوا لكم بالمنطقه. مكونات هذا الخبز بصل ولحم وليه مال خروف. اذا ما مجربه بحياتك انصحك تجربه، وخصوصيا ويا شاي كلش طيب. بما ان الجو كلش حار فمو مال الواحد يروح يسوي شاي، رحت اشتريت 4 بطاله ب1000 دينار، عصاير غازيه صناعتها عراقيه، وكل بطل تقريبا ب 500 مل، يعني خير من الله تاكل لفتين فلافل وعندك البطل ما يخلص. خوما مثل باقي الشركات كل مجالهم يصغرون القطيه ويسووها صغيره. شربت بطل شان كان الطعم مالته كلش طيب، وهسه راح اجرب الميراندا مالتهم، خل اشوف شنو الطعم مالتها بالله. والطعم هم كان كلش طيب، والغاز مالته كلش زين. واكو شركات حتى غاز قامت ما تخلي، ما اعرف شنو الموضوع مالتهم. وهسه راح اجرب الطعم الليمون مالتهم الثالث. اعتقد اكو بعد اطعمه بس انا جبت 4 بس من يمها، والليمون هم طعمه كلش طيب، انصحكم تجربونه. طبعا الليمونه ما قاعد تطف انت قبل تاخذ 2 من البطل والشربه من يم. وهسه راح نجرب الطعم الاخير اللي هو طعم العلج. اشتري بطل سودا ب 500 دينار وما بي تقريبا نفس الكميه. تقييم الشخص لهذني الاربع مشاريب الصراحه يستاهلن 10 من 10. وهسه وصلنا نهايه الفيديو. عمو بالله نشق لكم عم من الاخير، اذا عجبكم الفيديو سوينا لايك ومتابعه. تحياتي لكم.